هكذا هم المسلمون عندما جاءوا يحملون الرسالة الدين التسامحي والأخلاقي والزبي، عندما هبوا على الشعوب المضطهدة، فهمت، ومعناها وضحايا الغزوات. هاكا بالضبط، تصويرة أكثر من معبرة، تصويرة تقول 1400 سنة والفكر مازال يخرج من توا من مغارة معناها الطفولة البدائية للإنسان الحيواني، فهمت. هذا من العربان اللي جاوونا دين امهم من الصحراء، مش هيلي والفقر والهم والميزيريا والتكاسل والتخلف، وماشيين يرميوا في سكوكهم عند العباد المتقدمة من أهل الفرس والأخباط متاع مصر والأمازيغ متاع شمال إفريقيا. هانم جايبين في ايديهم هذوما حاطين دبابس، والآخرين كانوا يجوا بالسيف ويجيك ويهدوا عليك، يا تسلم وإلا تدفع الجزية. يعني دي بغاكور، فهمت. يا الزبي 1400 سنة ضايعين من حياتنا دين امها، ان بوتونسيال دانتيليجونس غاشي بوندون 1400 ans، والتوا مازلنا نعانيو في دين امها الفكر نتاعهم. سخط هذا السخطة. المهم موضوع اللي حبيت نحكي فيه الليلة، فيو طبيعة الخدمة متاعي في الليل، يكون باغازاغ الليلة الطقس بارد مي قمرة مزيانة بالكدا، حبيت موضوع كنت ديما ندردش فيه مع أصحابي المسلمين اللي مكثرهم زعكوني من ناحيتهم على خاطرني أصبحت كافر ومن أصحاب النار. فكرة. المهم فكرة الإعجاز العلمي. مانيش نقاحبون باش نحكي لك الإعجاز العلمي في القرآن، اللي بربش شوية ويعرف كي يحل جوجل وتقارن ما بين ما تحكي جوجل والأبحاث العلمية والطبية وأكبر الجامعات في العالم إيش تحكي، وبالنسبة إيش قال رجال الدين والإسلام وابن تيمية والطبري والجوزي وزبي وهي من كلاوي. باش نحكي على نقطة بسيطة يعني، هذا فينالمو إبداء رأي حقي باش نبدي رأي. الفكرة اللي كنت ديما نعمل فيها ديبا مع أصحاب المسلمين هي، وكانوا يعقدوا زبي حقيقة، هو حكاية ذيك بحر برزخ بينهما لا يلتقيان وزب. مانيش حافظ الآية من المعنى نتاعها، بحر ماها حلو ما يتخلطش ببحر ماها مالح. عادة كانوا يقولوا لي يا الزبي كيفاش راك شفت العلماء إلى حد اليوم، وجون كوستو معناها سوا ديزون لو بير دي اوسيون معناها اكتشفوا هالشيء هذا، ولكنهم معناها زيتي سور لو كو خاطر سي محمد عنده 1400 سنة يعرفها. يزبي عقدهم ربك. الشيء هذا اللي كنت نحاول نفسره له انه اخويا سوبوزون محمد هو صاحب الفكرة هذه ولو مش صحيح. الزبي قلت له معناها من كل ما هو موجود في اسرار الطبيعة لا مير ناتور، وش فيها من أسرار معناها في النجوم، وأسرار في البحار، وأسرار في الجبال، وفي كل من معناها دون لانفينيمون بوتي. الطبيعة كلها أسرار، من هالأسرار المعقدة متاع الطبيعة. قلت له معناها مقدرنا كان ثم بحر حلو ما يتخلطش ببحر مالح. زعما قلت له كي كنا باش نكبروا هكا ما نجموش كنا نعملوها بتجربه صغيره، نحطوا كاس ماء وفي مالح ولا كنا نجموا بطريقه الاخرى كنا نجموا نعرفوها. معناها قلت له في حد ذاتها معناها ما نجموش نسميه اعجاز علمي خاطر ما فيه شيء من علم، ما فيه شيء من علم، هذا كنا نجموا نوصلوا بالتجربه. وما كانش يحب يسمع الموضوع هذا خاطر هاك تشوفوا فيه من احفاد هذم اللي تشوفوا فيهم في التصاور، احفاد الفكر متاع هذم الهمج اللي تشوفوا فيهم في التصاور. كنت عادة نحاول نعطي وجهة نظر في الموضوع هذا، اني باش نقول له يا سيدي راهو محمد الاسلامي اللي جابه معناها لم يكن ما كانش جابش الاسلام معناها كدين، معناها هو معناها جابه معناها المؤسس،
قلت له راهو محمد الدين متاعه هو معناها مكثرها مسروق ثقافي وفكري وديني متاع شعوب جات قبله، وقصص واساطير متاع شعوب جات قبله، وشخصيات معناها عاونوه باش يطلع الدين متاعه، وشخصيات هو تأثر بهم، ومجموعة من القصص اللي صارت في شعوب أخرى معناها كيلا انتغري في الدين متاعه، معناها في الصوص متاعه. عادة كنت نحاول نبدي رأيي في الموضوع، هو فكرة هل حكاية البحر الحلو ما يتخلطش ببحر مالح. قلت له يا سيدي بن سيدي انه في عند الزرادشتيين القدم معناها سكان الفرس سكان ايران توا اللي هما الفرس كانوا قبل يعتقدوا كي يهزوا روسهم في السماء ويشوفوا فيها الدنيا زرقاء الفوق، كانوا يعتقدوا هذاك بحر سماوي، وكانوا يعتقدوا معناها في آلهات تسكي عناصر الطبيعة. كانوا يشوفوا مثلا فك البحر الأزرق هذاك ثم كات خونتيتي اللي هو الليل يجري ورا النهار يحب يقتله يتعارك معاه، والنهار يجري ورا الليل يحب يقتله، اي باغيمون الشمس والقمر كل مرة واحد معناها يحب يقتل لونتيتي الأخرى. سي سكي في كو معناها سا تورن طول طون الليل ورا النهار. عادة الفكرة متاعها بحر برزخ بينهما لا يلتقيان، كانوا يعتقدوا كي يهزوا روسهم في السماء ويشوفوا في السماء زرقاء اللي هو بحر، البحر اللي في السماء هذاك الفوق ما يتخبلطش وما يتطبقش على البحر اللي يشوفوا فيه عندهم. معناها فكرة ما أكثرها بدائية معناها ومؤسسة على منطلق النظر. فهمت؟ واحد من موقعه هز راسه في السماء يشوف فيها سماء زرقاء يعتبرها بحر، ويشوف البحر قدامه يقول لك كومون ساسفي البحر اللي في السماء ما يتطبقش على البحر اللي في الوطاء. هذه هي الفكرة. قلت له محمد على كي جاء يحكي لك على برزخ بينهما ملتقيان ما كانش يعرف، ما ثماش في حديث من الاحاديث يحكي لك محمد طلع في بابور ولا في باخره ولا في زورق ومشى كما نقولوا مع علي ولا ابو هريره ولا بزبي ولا علي عبد الله بن ابي سرح ولا زيد بن الحارث ومشاو في البحر بور فيريفي اللي هو معناها ثم بحر حلو ما يدخلش ببحر مالح. ثماش حديث يقول مشى. فهمت؟ عادة حتى فكرة التسبيح قلت له راو كي تقول توا التسبيح قال لي بهذاك خاطر سبحان الله. ليه هذيك؟ قلت له المعنى هذاك تعطالها بعد ما جاء الإسلام ولا ثم سبحان الله والحمد لله والشكر لله. مي هي ككلمة التسبيح جاي من يسبح يناج، خاطر هاللي كات خونتيتي الليل والنهار الشمس والقمر كانوا يسبحوا في ذلك البحر السماوي. معناها فكرة أكثر من رب بسيطة، حتى الطفل اليوم ولا الصغير اليوم كي تحكيها له معناها ما يتقبلهاش، خاطر عادي سيدي خويا رانا اليوم نعيشوا في وقت متاع جوجل ونعيشوا في وقت لانفورماسيون رابيد. يا زبي وانت ما زلت مكبش باش تقول لي محمد ربه كان يعرف بحر حلو ما يتخلطش ببحر مالح. هي مالاش باش نقول لك يا زبي محمد مالاش بما ربه ما جامع يحكي لنا على اش ثم في القمره واش ثم في المريخ واش فما في بلوتون مش نعرف في ساتورن، وما حكيناش على حوايج من اسرار الطبيعه اكثر معقده اللي بالحق اليوم كما نقولوا العلم كي يوصل لها نجموا نامنوا اللي سي محمد صحيح. الفكرة اللي كنت نحب نوصلها له وما كانش ينجم يتقبلها انه هذا الدين بالقصص نتاعه هو مفلس الزبي سي افلاس، حكاية بدونة بمعنى اخر. فهمتوني ولا حكاية بالحق بدونة. الور اليوم ما توجعوناش روسنا يا زبيتي، خلينا نشوفوا العالم كيفاش يتقدم. حتى الاكتشافات نقعدوا ديما نستناو في الغربي في الكافر اللي معناها يكسر فيها رب راسه باش يتطور ويجبد في الإنسانية باش يقدم بها. كان نحنا يا الزبي هالفكر نرجع نقول متاع هالناس اللي تشوفوا في التصويرة اللي مازال معشش في رب الريوس متاع الناس متاعنا. فهمت؟ اللي نسميهم المسلمين اليوم هم أكثرهم ضحايا رب فكر بدوي خامج مجمل. فهمت؟
وقيت راهو اليوم سيدي خويا باش نخرجوا من هالدين هذا، وقيت ودون رجوع ودون يأس ودون خاطر ما nous avons نول باغ صاحبي. هاي ما نطولش عليكم علي.